السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كوكيز اقتصادي، واهم حاجه انه كيجي لذيذ مقرمش وكيخرج كميه كثيره. جربوه ان شاء الله، غادي يعجب الوليدات وغادي يعجب حتى الناس الكبار. ما نطولش عليكم بزاف ونبدا معكم مباشره بالمقادير وطريقه التحضير. نحتاجو 250 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيفوا ليها نصف كاس من السنيده وواحد القبيصه ديال الملحه. غادي نحاولوا نخدموا الزبده مزيان مع السكر سنيده. خذوا السنيده رقيقه باش ما تعذبكمش في الخدمه. الا كان متوفر عندكم السكر الاسمر حتى هو كيجي بنين. المهم غادي نخدموا الزبده مع السنيده مزيان، وغادي نضيف ليهم جوج ديال البيضات. فين ما كنضيف شي مكون كنبدا نخدمو مزيان. غادي نحاول ندخل هذوك البيضات مزيان مع الزبده والسكر. ومن بعد غادي نضيف جوج معالق كبار ديال العسل. وانا كنخدم الخليط ديالي بشكل جيد. غادي نحتاج كذلك كاس ديال الزيت، العبار كله بالكاس ديال العنبه. وهنايا غادي نضيف كاس ديال النشا وربعة المعالق كبار ديال الكاكاو الحلو، يعني الكاكاو اللي كيشربوا الوليدات مع الحليب، ماشي الكاكاو المر، باش كيجينا الكوكيز بنين. وانا كنستمر في الخفق حتى كتنسجم ليا جميع المكونات. ومن بعد غادي نضيف خميره الحلويات. عندي هنايا 8 غرام ساشي من فئه 8 غرام. بالنسبه للدقيق ياخذ ليا الخليط من 600 حتى ل 700 غرام. كيف كنقول لكم دائما بحسب النوعيه ديال الدقيق، بعض المرات كيكون كيتشرب لينا السوائل. المهم نتوما غتاخذوا 700 غرام وتبداو تضيفوا الدقيق بالتدريج حتى توصلوا للقوام المطلوب. ضفت هنايا 100 غرام ديال الشوكولا، يفضل انها تكون نوعيه جيده وتكون نسبه الكاكاو فوق 70% باش يجي الكوكيز ديالنا بنين. كيكون هذا هو القوام ديال العجين ديالي، ما كيكونش قاصح، يعني كنتحكموا فيه بسهوله. كيف كتلاحظوا كيكون هذا هو الشكل ديالو. نجيب لاطه اللي فرشت ليها ورق طهي، ممكن تدهنوها بشويه ديال الزيت، وكنبدا نشكل في الكويرات بالحجم اللي نتوما اللي كتحكموا في الحجم. وكنجيبوا لي بيبي دو شوكولا اولا الشوكولاته الخاصه بالكوكيز، وكنبداو نحطوها على هذا الشكل. الفرن كنكونوا سخناه من قبل. كندخلوا الكوكيز ديالنا على درجه حراره مهيله، يعني كنحاولوا ما امكن اننا نقصوا من الفران باش كيطيب بشكل جيد وكتجي فيه ديك القرمشه، وفي نفس الوقت يعني كنتاكدوا انه طاب من الفوق ومن التحت وحتى من الداخل. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز بعد ما كيطيب. خليتكم على خير والى اللقاء مع فيديو جديد.